تقيلة قوي، الصلاة تقيلة تقيلة. انا قلبي بيتقطع لما بسمع الاذان وضميري بيتقطع، ولكن مش قادر، كأنها جبل. الصلاة صعبة والوضوء صعب، واخلع الجزمة وانا بره، ياه لسه همد ايدي وافك الرباط وافتح الرباط، وبعد كده امد ايدي التانية واشيل الحذاء، بعد كده ادخل الجامع واحط الجزمة في الجزامة، وبعد كده ادور على الوضوء وادخل الاول الخلاء، وبعد كده اتوضى. يا عم الشيخ ده قصة صعبة، والكلام ده 5 مرات، ولو عملتها مرة هعملها كل يوم. الصلاة تقيلة، انا مش عارف اعمل ايه. عايز اقول لك حاجة، يا اللي مستثقل الصلاة قوي قوي بالمنظر ده، والصلاة تقيلة على قلبك قوي بالمنظر ده، انا عايز اسألك سؤال. يعني انت لما سافرت عقد عمل في السعودية وسكنت في اوضة مع 6 وكنت بتاكل اي اكل واتلطمت 7 8 سنين ودقت الذل هناك ودقت الغربة واستحملت كل ده، ما كانش تقيل على قلبك ليه؟ وانت اللي سافرت دكتوراه في كندا قعدت 6 سنين بعيد عايش وسط التلج ليل نهار، ما كانتش تقيل على قلبك ليه؟ وانت يلي كل يوم بتصحى للشغل الساعة 7 الصبح ولا 6 الصبح، ما هوش تقيل على قلبك ليه؟ وانت الدنيا ما يشتي، وانت اللي بتذاكر بقالك 7 سنين في كلية زي كلية الطب ما بتقومش من على المكتب، ما يشتقيل على قلبك ليه؟ يا عم الشيخ الكلام اللي انت بتقول فيه ده خطير، ده مستقبلي، ده حياتي. طب وانت عارف الصلاة خطيرة قد ايه؟ وانت عارف خطورة الصلاة شكلها ايه؟ يا اخوانا اول ما يحاسب عليه العبد، يعني السؤال ابو 20 درجة في ورقة الامتحان اللي لو ما جاوبتوش انت ساقط حتى لو جاوبت على باقي الاسئلة، يعني الفصل اللي في الكتاب اللي الدكتور بتاع المادة قال لك الفصل ده اللي هيذاكره بس هينجح، ده الصلاة. عارف يعني ايه اخر وصية الرسول اللي قبل ما يموت وتبقى اخر حاجة في حياتك ازاي؟ انت عارف الصلاة دي ربنا فرضها فين؟ النبي عليه الصلاة والسلام طلع قبل سيدنا ابراهيم، بعد كده سابه طلع لحد سدرة المنتهى وشاف جبريل، بعد كده سابه طلع لحد حجاب النور. النبي طلع لمكان ما فيش مخلوق طلع له فيه، طلع فيه قبل كده، وربنا اوحى له بالصلاة. يعني الصلاة دي شأنها خطير جدا، يعني الصلاة دي حاجة مهولة. كل عبادة ربنا نزل جبريل للنبي عشان ياخدها، الا الصلاة ربنا طلع النبي عشان ياخدها. شوف بقى يا اللي بتقول الصلاة تقيلة، القضية خطيرة جدا، قضية ان انت مستثقل الصلاة، انما انت مش عارف بسبب ترك الصلاة انت بتعرض نفسك لحاجات اتقل قد ايه. اقول لك حاجة اخطر من اي حاجة، ساعة ما يبقى حلقك هيتمزق من العطش وتروح للنبي عليه الصلاة والسلام وتقول له يا رسول الله بق مية من الحوض يا رسول الله. انتوا عارفين يا جماعة الاي دي اللي لازم يبقى موجود في رقبتك متعلق عشان تدخل على حوض النبي ايه؟ انتوا عارفين الجواز المرور، عارفين الكارنيه، عارفين الورقة اللي مختومة بالختم الرسمي اللي محدش بيدخل في حوض النبي عليه الصلاة والسلام الا وهي عارفين هي ايه؟ علامة الوضوء، ان اماكن الوضوء بتنور يوم القيامة. اللي ما بيصليش ما بيتوضاش، فيجي يوم القيامة هيتجنن. بق مي 50,000 سنة في ارض محشر مفيش فيها كولدير، مفيش فيها قلة مي، مفيش فيها ازازة مية، مفيش فيها نقطة مية، الناس هتجن من العطش. يا رسول الله بق مية، معكش الاي دي اللي ما بتدخلش غير بيه، معكش جواز المرور اللي ما بيتدخلش غير بيه. يبقى في الساعة ديت وفي اللحظة دي تخيل ساعتها بقى الاصعب ان انت كنت تصلي ولا ان انت تستحمل الموقف ده.